الحقيقة أنا يعني في حالة من الاشمئزاز الغريبة، إن إحنا فعلا 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 بنكره النجاح. يعني بقالي 3 أيام كل شوية أقابل بوست لحد طيار أو واحدة مضيفة أو حد مش عارفة بيشتغل فين أو يقولك الناس كلها بتتكلم عن البنت بتاعت أسيوط الطيارة مارولا. دي ريهام سعيد جابت لها زفة واحتفلت بيها. دي مش طيار، الطيار المفروض ياخد 4 سترايبس مش 3. دي مش أول كابتن طيار في مصر. دي على فكرة المفروض ان الإعلام يتحرى الدقة قبل ما يطلع. معلش يعني، معلش سؤال، هو سؤال بس، انت ايه اللي مضايقك؟ معلش، انت حضرتك شخصيا نقصت ايه او تم الاضافه ايه ليك عشان ما احتفلناش بيك؟ يعني اولا انا عايز اصحح لك حاجه مهمه. اولا الاعلام بيتحرى الدقه في كل حاجه، وبس هو الاعلام ما عندوش الضغائن دي. يعني لما بيلاقي حد صوره ايجابيه او ناجحه بيطلعها في الإعلام وبيقول عليها إنها إيجابية وناجحة. يعني لما نقدم لك حد تيك توكر أو يوتيوبر تقول لك إيه الهيافة دي، بتطلعوا ناس مش ناجحة خالص وبتحطوا سبوت على ناس مش عارفة إيه. نطلع ناس ناجحة وإيجابية يقول لك الإعلام مش بيتحرى الدقة، والإعلام بيطلع لنا نماذج مش عارفة إيه وبتاع. إيه اللي ما بيتحراش الدقة؟ لا، أنت اللي لازم تتحرى الدقة، انت اللي لازم تبص ورا المواضيع، انت اللي لازم يبقى عندك سلام نفسي او بياض شوية. مصر فرحانة بمارولا؟ ايوه فرحانين بمارولا، ايوه فرحانين بمارولا، وهنفرح تاني وتالت ورابع وخامس. واحد كاتب بوست يقولك ايه؟ ريام سعيد بتقول انها كابتن طيار وجايبه لها زفه شرقي. ايه زفه رقص شرقي؟ هو مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها زفه رقص شرقي. اولا احنا كبرنامج عندنا تقليد بقالنا 25 سنه. حد بيخف يعني كنا بنسافر تركيا ونرجع بالاطفال الصغيرين نزفهم بزفه بلدي. بنرجع من مستشفى بنزف العيان، حد بيخف بنزف، وحد بينجح. بقالنا 25 سنه بنعمل كده، لاني بعمل زي ما بحب اعمل لبنتي. بنتي لما نجحت في ثانويه عامه جبت لها زفه، لما تخرجت من الجامعه جبت لها زفه. انا بعامل الناس زي ما يكونوا اولادي في كل حاجه، واي حد اتعالج معانا في البرنامج، اي حد اتعامل معانا عارف ان ده حقيقي، ان انا بتعامل مع الناس زي ما يكونوا يخصوني. دلوقتي حضرتك انت بتقول مش طيار ومش كابتن طيار وهي مش اول كابتن طيار. اولا احنا ما قلناش انها اول كابتن طيار، لان انا من اسئلتي الاولانيه في البرنامج قلت مين اللي قدوتك من الطيارين السيدات، مع ان انا الطيارات السيدات، يعني مع ان انا شخصيا عمري ما ركبت على رحله ولقيت الطياره او الكابتن طيار ست. قالت لي وقدوتي فلانه الفلانيه. خلاص، فاحنا ما قلناش انها اول كابتن طيار. بس حضرتك اللي ما سمعتوش او ما فهمتوش، وهنفضل نحتفل بيها ونحتفل بغيرها غصب عنك وغصب عن اي حد، انها بنت من الصعيد، من اسيوط. والبنت الصعيديه دي بنت ذكيه جدا 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 وشاطره جدا 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 وعندها طموحات رهيبه. ف للتقاليد والعادات بتاعت الصعيد و ان يطلع منها حد عايز يشتغل طيار، دي حاجة جديدة على الصعيد. دي اول حاجة. تاني حاجة، حضرتك لو سمعت، مارولا كانت في ثانوية عامة وفقدت امها. مارولا كانت في ثانوية عامة وفقدت والدتها، ووالدتها جات لها في الحلم بعديها وقالت لها انا سافرت السما حبيبتي. ومارولا اخدت هذه المقولة وما سقطتش في ثانوية عامة، ما تراجعتش في دراستها، ما خلتش الموت الفجأة ده او فقدان ام في السن ده يأثر عليها، وكملت المشوار واشتغلت على نفسها وتخرجت و
حققت، واحدة حلمت وحققت، واحدة كان عندها هدف ووصلت له. أي حد عنده حلم وهيحققه أو عنده هدف وهيوصل له هنحتفل بيه وهنكبره وهنقول إنه نموذج للبنت المصرية الجدعة الأصيلة اللي مفيش أي ظروف أثرت عليها. شرطة بقى 3 4 شروط 5 شروط، أول واحدة آخر واحدة، بنت نجحت واحتفلنا بيها. أولا لأنها من صعيد مصر اللي هو أجمل وأحلى حتة في مصر. ثانيا هي بنت كانت ظروفها قبل الجامعة تخلي أي حد يتعطل، ما تعطلتش. فكرة بقى حضرتك إن أنا جبت لها زفة، أنا ما جبتلهاش زفة رقص شرقي، أنا جبت لها زفة من الفولكلور الصعيدي، وقلنا فخر الصعيد أهو كابتن طيارة أهو، فخر الصعيد أهو كابتن. أنا ما شفتش أي حاجة شرقي في الموضوع، أنا اعتبرتها بنتي وتصرفت زي ما تكون أمها موجودة بالظبط، وفرحت بيها زي ما أي أم هتفرح ببنتها. ايه كمية البوستات دي؟ مش طيارة، دي مش كابتن طيارة، لازم تتحروا، لازم الفرحة دي أثرت فيك في ايه؟ ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ حرام والله العظيم، الواحد ما بقى قادر يعيش من السواد والله العظيم. والله نقدم نماذج إيجابية مش عاجبكم، نقدم ناس وصلت وحققت عملت محتوى وبتاع مش عاجبكم، نقدم حاجة حصلت في المجتمع مش انت ايه ده؟ ايه ده؟ لا، هي فخر الصعيد وهنحتفل بيها، وهنحتفل بيها 2 و3 و4، وكل ما حد هينجح في حاجة او يتخرج في حاجة او يوصل لهدفه او يحقق هنحتفل بيه.